جملة أنا ماليش قوي في الأطفال وخلفت علشان العلاقة تكمل أو عشان جوزي اللي اتقالت في لام شمسية من مامة يوسف. أنا بسمعها في السيشن ودايما قبلها بتيجي جملة أنا هقولك على حاجة وعارفة إن أنت مش هتتجادجي. وده لأن إحنا في مجتمعنا بيتعاملوا مع أي ست بترفض إن هي تخلف أو ملهاش قوي في الأطفال على إن هي واحدة عندها مشاكل. فاللي بيحصل ان البنات لما بتتجوز بضغط من جوزها او من مامتها وحماتها وكل ده اللي هم عايزين يشوفوا اطفال وخلاص، ان هي تروح تخلف وهي مش جاهزه. وبتبقى هي دي شكل العلاقه اللي هو انا بحبه بس انا ماليش في الاطفال، انا مش قادره ادي الطفل ده. بيدخلوا في حرب اللي طبعا بيحسوا ان هم كان عندهم مشكله وهم ما عندهمش مشكله. المشكله الوحيده ان هم اتضغط عليهم من المجتمع فخلفوا. لو انت انثى وعندك مشكله مع ان انت يبقى عندك اطفال وانت عارفه من جواكي ان انت مش حابه تجيبي اطفال، ده مش عشان انت عندك مشكله، ده عشان احنا عندنا فاليوز مختلفه، والامومه دي فاليو من فاليوز كتير قوي بتبقى في حياتنا. لو مش موجوده عندك ده مش معناه انك مضطربه ولا عندك مشاكل، ده معناه ان يو ار نوت meant to be a mother، ودي حاجه عاديه جدا. علشان تقدري تواجهي المجتمع لازم انت تواجهي نفسك وتبقي فاهمه ده عن نفسك وتبقي عارفه انت ما عندكيش مشكله، وانت جايه ترتبطي تقولي ده اللي قدامك. ليه؟ لان جاس وات، زي ما انت بالنسبه لك الاطفال بمسؤوليتهم مش اولوياتك، في برضو راجل هتلاقي برضو الاطفال مش اولوياته. لو واجهتي نفسك وبقيتي حقيقيه مع نفسك at some point هتلاقي الشخص اللي هو برضو شبهك. بدل ما بنروح بنخلف وبنجيب اولاد بيتبهدلوا معانا، بيبقى عندهم مشاكل نفسيه كتير جدا لان هو كبر عنده شعور ان هو مرفوض ونجلكتد.